ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل الكيكه الحلوه اللي قدامك دي، كيكه الرواني او كيكه البسبوسه. هي خليط كده ما بين الكيكه العاديه وما بين البسبوسه. طريقتها سهله جدا، حتى لو اول مره هتعمليها هتظبط معاكي قوي، ومكوناتها بسيطه جدا جدا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. اولا هنبدا بالشربات لان احنا محتاجينه دافي، فهنبدا بيه الاول. كوبايه ونص سكر مع كوبايتين ميه على النار لحد السكر ما يدوب وتبدأ المية تغلي. هنحط عصير نص ليمونة ونسيبه بالظبط 10 دقايق. حطي الفانيليا واطفي عليه، وهنركنه بقى لان زي ما بقولك محتاجينه دافي. بعد كده في بولة 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم معلقة صغيرة فانيليا وكوباية سكر. والنهاردة مش هنستخدم إلا المضرب اليدوي. هنقلب بقى البيض في السكر كويس كده قوي لحد السكر ما يدوب خالص ولون البيض يبقى أفتح شوية. بعد كده هنضيف علبة زبادي كبيرة من اللي هي وزنها 170 جرام، ونقلبها كويس كده دقيقتين لحد ما تدوب في البيض والسكر. الإضافة اللي بعد كده نص كوباية زيت، وقلبيها برضو دقيقة واحدة كده. وبعدين هنضيف السميد بتاع البسبوسة، كوباية سميد ناعم. قلبيها بقى بالشكل ده. الإضافة اللي بعديها جوز الهند. أنا حطيت بقى نص كوباية زبيب على جوز هند، لو تحبي تحطي جوز هند بس لوحده براحتك. اخر حاجه الدقيق والبيكنج باودر، كوبايه دقيق وباكو بيكنج باودر، ونخليهم كويس كده. وبعدين قلبي بقى بالسباتولا من تحت لفوق بالطريقه دي كده. دوبي بقى كل الدقيق وما يبقاش فيه اي حاجه متكتله ولا مترصبه تحت. نزلي كل اللي على الحروف كده الدقيق. هتلاحظي بقى ان الكيكه بتاعتنا النهارده يعني قوامها سميك شويه، مش زي الكيكه العاديه. طبعا لان احنا مش حاطين سوائل كتيره. لاحظتي ان احنا طبعا مش حاطين لبن. ادي القوام بتاعها. معلقه زيت بقى في الصينيه اللي هنستخدمها كده، واعمليها بالفرشه. وبعدين حطي الكيك، والفرن دلوقتي مشغلينه على درجه حراره 180. هنحطها طبعا على الرف الوسطاني، هتاخد من 35 ل 40 دقيقة وهتبقى مستوية خلاص. طبعا الكيك لانها تخينة شوية، يعني القوام بتاعها تخين شوية، فاعمليه بالسباتولا كده. وامسكي بقى الصينية كده بالراحة على الرخامة، يعني خبطتين كده عشان تطلعي اي هوا فيها. طلعت بقى الصينية من الفرن اهي. انا قطعتها الاول علشان تشرب الشربات كويس. قطعيها بقى كده بالطريقة اللي تحبيها بالمقاس اللي انت عاوزاه، وبعدين اسقيها الشربات. كمية الشربات مش كتيرة، يعني يدوب هي الكيكة شربتها بالكامل، ما تبقاش منها حاجة. بعد كده هي بتتزين بجوز الهند برضو، يعني الوش بنحط عليه جوز هند، شوية جوز هند كده على كل خرطة بالطريقة دي. وتقدميها بألف هنا. حلوة جدا وهي سخنة، وحلوة قوي قوي وهي باردة. وارتفاعها حلو قوي. لو تحبي انها تبقى السمك بتاعها اقل من كده، يعني ارتفاعها اقل من كده، كبري مقاس الصينية. ولو عايزاها اعلى من كده صغري المقاس بتاع الصينية. انا حبيتها يعني وسط كده، فحطيتها في صينية وسط، لكن زي ما تحبي بقى. رشيت بقى كده في حواليها طبعا في الطبق شوية جوز هند للتقديم وشوية مكسرات. وبألف هنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.